ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المشوي في البيت في الفرن بكل سهوله بكل نظافه، احلى كتير كتير من اللي بيجي جاهز من بره. بالنسبه لي في ناس كتير بتحبه في الفرن زي حالاتي، وفي ناس تحب مشوي عند الراجل. تعالوا اقول لكم بعمله ازاي مشوي في الفرن. اول حاجه بشتري السمك زي ما انت حابه، تشتري كبير تشتري صغير، بس انا دايما بحب اشتري السمكيه اللي قد كف الايد كده زي ما انتم شايفين. مسكته وغسلته كويس جدا وخليته زي الفل كده زي ما انتم شايفين بملح وليمون. تمام. وبعدين باجي بقى اعمل له خلطه كده ان انا احشي قلبه بيها. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الخلطه ازاي ونحشي القلب. انت مش حابه ان انت تعملي الخلطه مفيش مشكله، تقدري تحطي ملح وكمون فقط لا غير، بس اعملي الخلطه دي بتبقى طعمها رهيب جدا جوه السمك المشوي. تمام. معايا بصلايه متقطعه صغير او مفروم، معايا طماطمايه ومعايا شويه من الخضره كده زي ما انتم شايفين متقطعين، ومعايا دي الدقه بتاعتي عباره عن توم وفلفل اخضر وفلفل احمر. اخدت منهم معلقه صغيره كده ونزلت بهار بالملح والكزبره الناشفه والكمون، وادي تقليب تقليب. وبعدين اديهم عصير نص ليمونه، بقلبهم مع بعض كويس كده زي ما انتم شايفين. دي الخلطه اللي بحشي بيها قلب السمكه. طبعا السمك المشوي اللي في البيت حاجة تانية خالص، وخصوصا المشوي في الفرن مش على البوتاجاز، عشان في ناس بتشويه على البوتاجاز وفي ناس بتحبه في الفرن زي حالتي. بعد ما عملت الخلطة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى ان انا احشي قلب السمكية كده واتوصى بيها. انا من الناس اللي بحب الخلطات والسلطات اللي بتبقى في قلب السمكية، فما بالك انت عاملاها بايدك ونضيفة وزي الفل كده زي ما انتم شايفين. تمام. كل ده انا اول ما ابتديت اعمل التتبيله اللي انا بحشي بيها دي، انا شغلت الفرن بتاعي عشان يسخن، سواء كان فرن البوتاجاز، سواء كان فرن كهرباء، سواء كان فرن غاز. تمام. لو فرن غاز بنحط الصينيه تسخن، لو فرن بوتاجاز بنحط الصينيه تسخن، لو فرن كهرباء بنحط الصينيه بتاعتنا تسخن اللي هنعمل فيها او الصاجه. تمام. لازم نسيبها في الفرن ان هي تبقى سخنه. هنا بعد ما خلصت حشو السمك كله زي ما انتم شايفين، جبت الرده دي بتتباع عند اي عطار، او لو انتوا بتطحنوا دقيق بتطلع معاكي في الطحين. تمام. انا عند الرده جبتها وابتديت ان انا الف فيها السمكيه كده زي ما انتوا شايفين. بغطي السمكيه كويس جدا بالرده، ما بخليش اي حاجه فيها باين. السمك بتاعي متنضف عادي خالص، متشال السفه اللي عليه، متنضف كانه هيتقلى. انا بعمله كده بنضفه كويس قبل ما بعمل، بسيبش القشر اللي عليه من بره ولا حاجه. تمام. بلفها كويس كده وبغطي كل حاجة فيها بالردة. وتعالوا نشوف هنعمل ازاي. معايا الفرن اهو شغال فوق وتحت لو انتوا شايفين، ده فرن كهرباء يا جماعة. سايبه الصاج من ساعتها يسخن، وطبعا الصاج سخن جدا جدا. انا عامله على اعلى درجه حراره 250. ببتدي ارص السمك زي ما انتم شايفين. اول ما بحط السمكه هيبقى اسمع صوت التش اللي بتحصل دي. ليه؟ لان كده الصاج بتاعنا سخن والحراره بتاعتنا عاليه. ببتدي ارص السمك زي ما انتم شايفين واحده عكس واحده. انا مش مجريه الفيديو عشان تشوفوا معايا، شايفين برص واحده عكس واحده. بياخد قد ايه في الفرن؟ بياخد نص ساعه. نص ساعة حلوة قوي عليه. طبعا على حسب برضو حجم السمكية، لو انت جايبة السمكية نفس حجم سمكتي بياخد في الفرن نص ساعة. لو جايبة السمكية اكبر من كده هتاخد معاكي شوية من الوقت اكبر. لو جايبة السمكية اصغر من كده هتقل في الوقت اقل من النص ساعة. تمام. بحطه على الرف من تحت كده، اول رف من تحت زي ما انتم شايفين، لمدة نص ساعة. وقبل النص ساعة ما تخلص ب5 دقايق بشيله من الرف اللي تحت، وبحطه على الرف اللي تحت الشواية على طول عشان ياخد لون. تمام. انا مش عايزاه يسمر ولا فارق معاه ان هو ياخد لون، هو كده كده هيستوي. انا مش عايزه الرده تتحرق عليه، لان لما الرده بتتحرق انا وولادي ما بنحبهاش، عشان كده احنا ما بنجيبش سمك مشوي من بره. تعالوا بقى يلا مع بعض نعمل الخلطه اللي هنحطها على السمك اول ما يطلع من الفرن. معايا التتبيله اللي انا تبلت بيها اللي هي ايه؟ اللي هي فلفل احمر وفلفل اخضر وتوم مفروم. نزلت عليهم بكوبايه ونص من الميه كده زي ما انتم شايفين. هضيف بقى عليهم ملح، واكتر الملح شويه عشان يدي الطعم المظبوط. حطيت معلقتين صغيرين من الملح، عليهم نص معلقه صغيره من الكمون ونص معلقه صغيره من الكزبره، وعصرت عليهم ليمون كده زي ما انتم شايفين. وهديهم تقليبه، اقلب كله دوب الملح واقلب كله يبقى مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. هضيف كمان حبه كده صغننين من الخضره المتقطعه اللي هي الشبت والكزبره، او اي خضره متوفره عندك بتدي شكل حلو. هنا الشطه هنا مش اختياري ابدا، الشطه هنا اساسيه. نحط نص معلقه صغيره من الشطه كده ونقلب. الشطه هنا اساسيه ليه؟ ما تخافيش ولا هتغير في الطعم،
ولا هتشطشط السمك بتاعك ولا اي حاجه، بس هتديله نكهه مميزه وطعم حلو قوي. ما تخافيش، مش هيطلع حراق ولا هيطلع فيه اي حاجه. انا عندي اطفال صغيرين وبياكلوا من السمك ده. شايفين بعد النص ساعه السمكيه بتاعتنا بقت ما شاء الله تبارك الله مستويه. شايفين نزلت الميه على الصاج وعمل ازاي. ابتدى كمان انه ياخد معايا لون. شلته كده زي ما انتم شايفين، دخلته تحت الشوايه 10 دقايق او اقل كمان وهطلعه. وهنا اهو شايفين شكله ما شاء الله تبارك الله. وابتدي بقى اجيب الخلطه اديها تقليبه وانزل على السمك كله كده زي ما انتم شايفين. عايزه السمكيه تكون غرقانه وشاربه كل الميه اللي انا حطاها دي. يعني مش هتشربها، يعني الميه دي احنا هنصفيها، بس لازم اغرق السمك بتاعي كده عشان يبقى متبل كويس جدا. تمام. وطعمه في حته تانية خالص. جربيه في الفرن هيعجبك جدا. ويا سلام لو عندك فرن غاز بقى ومدخلاه جوه الفرن. الفرن الغاز طبعا في نار من فوق ومن تحت، مختلف تماما عن اللي بالكهرباء، وبيطلع تحفة بجد. لازم تجربوه بالطريقة دي. الناس اللي ما بتاكلش السمك المشوي في الفرن جربيه في الفرن هتدمنيه. طعمه مختلف تماما تماما. شايفين السمكية عاملة ازاي، واخده لون من تحت ومش لازقه ولا اي حاجه. وتعالوا كمان هوريها لكم ان قد ايه بتبقى طريه وجوسي من جوه واللحم مستوي جدا ما شاء الله تبارك الله. اهو يلا بينا ننقله كده في الطبق اللي هنقدم فيه. ما شاء الله شايفين الجمال، شايفين اللون الحلو. بعصر عليه ليمونه كده زي ما انتم شايفين او نص ليمونه، بتدي طعم وتست حلوه قوي. نشيل البذر اللي نزل مننا ده. اهو شايفين بقى شكله عامل ازاي ما شاء الله تبارك الله. لازم تجربوه بالطريقه دي. اللي ما جربوش بالطريقه دي فايته كتير جدا. تعالوا بقى شايفين السمكية عاملة ازاي. تعالوا بقى نفتحها. شوفوا الطراوة، شوفوا قد ايه هو طري وقد ايه الجلدة مفصولة من غير ايديكي ما تبقى كلها لونها اسمر، من غير مش عارفة ايه. طعمه مميز جدا السمك المشوي في الفرن. شايفين اللحم بتاعه عامل ازاي ما شاء الله تبارك الله، مستوي وزي الفل. وطعمه مميز جدا، طعمه مميز جدا 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 جدا. طبعا كل الناس اللي بتعمله في الفرن عارفه انا اقصد ايه بطعم مميز دي. ما شاء الله تبارك الله، طري وحلو صحي جدا، من غير ما نقلي، من غير ما نهدر في زيوت. وبعدين المشوي بره دلوقتي بقى الراجل بيشوي تقريبا يعني انا على ما حسب ما بسمع ان الكيلو ب10 جنيه. انت هتشوي في البيت مش هيكلفك حاجه. شايفين الجمال. لازم تجربوه على الطريقه دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. الناس بقى اللي عامله دايت والناس اللي اكلها صحي ومش عارفه ايه، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. شكله يفتح النفس. جنبيه بقى طبق سلطه خضراء، جنبيه شويه رز كده صياديه. بصوا الجمال، بصوا قلبه من جوه عامل ازاي. شايفين يعني ما شاء الله السوا بتاعه مظبوط. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.